وفي أجواء إيمانية بهجة انطلقت أول رحلة للحجاج الميامين من مصلى حفر الركب ببن صالح نحو البقاع المقدسة. يقول أحمد بن مسعود. من هذا المكان وفي مشهد يتكرر مرة كل عام يتم توديع حجاج بيت الله الحرام بمصلى حفرة الركب بعين صالح في أجواء إيمانية تغمرها البهجة والسرور. كشخصي تقريبا سجلت 17 خطره. نقول للناس اللي كانت تدعي لنا من الصغر، تلقى طفل تعطيه حلاوه يقول لك الله يعطيك حجه، تركب واحد صغير في سياره يقول لك الله يعطيك حجه، نقول لهم ان شاء الله الدعاء نتاعكم ان شاء الله راه استجاب، وان شاء الله نطلبوا مولانا سبحانه وتعالى ان يوفقنا ان شاء الله. مستبشرين فرحين بهذا الموقف، وان حبانا الله ان جعلنا يا رب من المختارين لاداء هذه الفريضه. نسأل الله العلي العظيم في هذه الساعة المباركة للوطن الحبيب المفدى الجزائر أمن والأمان والازدهار. مطار عين صالح اكتسى حلة البياضة. إنهم زوار بيت الله الحرام الذين حلوا بالمطار ساعات قبل رحلة العمر من أجل استكمال الإجراءات، وكل التسهيلات قدمت لهم من طرف المصالح الأمنية رفقة الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية. رافقت المديرية الحجاج إلى المطار حينما قدمت لهم كل التسهيلات اللازمة، وذلك يعني بالشركاء المساهمين معنا كرجال الأمن ومحافظة شرطة الحدود المطار. كل هؤلاء كانوا رجال واقفون في إعطاء كل التسهيلات اللازمة للحجاج. وحنا نستناو ربي يجاو نسهل لنا، ما نسوا دعواتكم ان شاء الله نمشوا سالمين نمشوا سالمين. سنذكر جميع سكان عين صالح بالخير امام الكعبة الشريفة وامام الروضة الغناء روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة 65 حاج وحاجة تبدأ من هنا، رحلة بقدر مشقتها بقدر رغبة كل مسلم في القيام بها، رغبة تزداد في أول زيارة لبيت الله الحرام.